ازيكم عاملين ايه؟ النهارده انا معاكم في فيديو جديد هوريكم طريقه عمل صينيه الكوسه في الفرن. اول حاجه انا جبت كوسه وقشرتها اهي، بس ما قشرتهاش بالمقشره، انا عملتها قلمتها كده بالسكينه كده عشان ما تفقدش الفيتامينات اللي فيها كده بالشكل دوت اهيت. وجبت جزرتين وقطعتهم كده ترانشات برضو اهي. ولو جزرايه كبيره بتقطعي الترانشات اتنين كده وبتبقى خفيفه، لازم تبقى خفيفه كده عشان تاخد السوا مع الكوسه. ده كيلو كوسه ومعاه جزرتين حوالي ربع كيلو. وكمان هنا جبت بصلتين كبار وقطعتهم بالشكل دوت كده. مسكت البصلايه قسمتها 4 وقطعتها كده ترانشات كده. وجبت نص كيلو طماطم قطعته كده قطع صغيره ومعلقه توم مهروس. ديت المقادير بتاعت صينيه الكوسه. وكمان هحط لها مكعب مرقه وملح وفلفل. جبت صينيه وحطيت فيها معلقتين زيت كبار واحط فيها معلقه زبده. حطيت فيها معلقه زبده اهي. الزبده ديت انا عاملاها في القناه موجوده، هتلاقيها في فيديو. والزبده دي طلعت حاجه حلوه قوي وموفره في الماديه اهي. هحط الزبده واحط عليها البصل هشوحه شويه لحد ما يدبل كده شويه. البصل اتشوح اهو شويه، انا مش بحمره انا بشوحه بس كده. وهضيف عليه الكوسه وهضيف لها ملح وفلفل بس. هي دي المقادير التوابل اللي هحطها عليها. نص معلقه فلفل اسمر والملح حسب المذاق. هشوحها في البصل شويه نقت قوي كده. هضيف لها معلقه الثوم المهروس. ودي من الطرق السهله لصينيه الكوسه، وكمان في نفس الوقت بتبقى خفيفه على المعده، والطماطم بتاعتها بتبقى قليله فبيبقى طعمها مميز ومختلف عن طريقه صينيه الكوسه العاديه. الكوسه دي اتشوحت، هضيف لها بقى نص كيلو الطماطم اللي انا مقطعاه قطع صغيره كده وهشوحها فيها برده شويه. هضيف دلوقتي مكعب المرقه، وكمان هضيف كوبايه شوربه، او لو ما عندكيش شوربه ممكن تضيفي كوبايه ميه. والطريقه ديت قليله الدهون وبتبقى صحيه، وممكن اللي عامل دايت ممكن يعملها الطريقه ديت لانها سهله وخفيفه وما فيهاش اي نسبه دهون عاليه، وكمان موفره او اقتصاديه يعني ما فيهاش لحوم. فلو ما عندكيش فراخ او لحمه ممكن تعملها بالطريقه ديت، ولو عندك ممكن تضيفي لها فراخ او لحمه لو انت حابه اهي. انا هسيبها بقى تغلي شويه كده وبعد كده مشغله الفرن على اعلى درجه واحطها في الفرن. الكوسه اهي بدات في الغليان، واول ما تبدا تغلي ولازم تكون الشوربه او الميه اللي انت ضايفاها ليها للطبق تكون مغطياها كده بالشكل دوت عشان تستوي كويس وتستوي بمقدار الشوربه او الميه اللي انت ضايفاها ليها. بعد كده هي خلاص كده بقت نص سوا. انا هحطها في الفرن على الصاجه، وبعد شويه ما تشرب اروح رافعاها فوق على الشبكه عشان تحمر. صينيه الكوسه اهي بعد ما استوت بالشكل دوت اهي. ومعاها كمان رز بلسان العصفور، لو حابه تعرفي الطريقه هتلاقيها على القناه عندي اهو. بالهنا والشفا، واتمنى ان هي تعجبكم.